السلام عليكم. في ظل الأحداث اللي بتحصل دي ما ينفعش إحنا كأمهات ما يكونش لينا دور نهائي مع أولادنا. طيب الدور ده هيكون عبارة عن ايه؟ الأول احنا لازم يحصل تغير شوية للدور بتاعنا، بمعنى ان احنا دورنا مع أولادنا مش هيكون مقتصر بس على ان احنا يعني بنراعيهم ونأكلهم ونشربهم ونتابع دروسهم وبنربيهم طبعا، لأن التربية تختلف عن الرعاية، وأعتقد حضراتكم عارفين النقطة دي كويس جدا. ونتابع الدروس وما إلى ذلك، الأمور دي كلها لازم بقى نضيف لكل المهام الأساسية والرئيسية اللي بتقوم بيها الأم في البيت مع أولادها مهمة أخرى جديدة وتصبح ثابتة لحد ما نشوف نصر الله سبحانه وتعالى، ألا وهي إن احنا نكلم أولادنا عن اللي بيحصل من البداية. نبدأ معاهم كده، طبعا كلنا على قدر سنه وعلى قدر استيعابه، إيه اللي بيحصل، مين ضد مين الناس الظالمة، مين الناس الوحشة لو هم صغيرين. ربنا يقف معانا، ربنا مع الحق، ربنا مع المظلوم، ربنا بيجي، ونبدأ نفهمهم بالظبط القضية دي بدأت من امتى أصلا، بدأت ازاي، ايه اللي بيحصل فيها لكل اهالينا، ايه اللي بيحصل للاطفال اللي زيكم، ايه اللي بيحصل للناس الكبيرة اللي زي جد وتيتا. كل ده لازم نشرحه لأولادنا، ولكن بشكل مبسط على قدر فهمهم. لكن لو هم كبار في مراحل المراهقة، لا طبعا احنا لازم يكون في طريقة مختلفة، وأكيد هم هيكونوا متابعين معانا على منصات التواصل الاجتماعي وشايفين اللي بيحصل. طيب احنا محتاجين دلوقتي مع أولادنا النقطة الأولى ان احنا نفهمهم ونوعيهم باللي بيحصل، وتكون الرؤية قدامهم واضحة وصريحة. الصغيرين هنحاول نجنبهم المشاهد الصعبة المؤلمة جدا علشان نفسياتهم، علشان ما يتأثرش عليهم سلبا، ولكن الكبار هم كبار بيشوفوا وبيسمعوا، ومكناش احنا هنوريهم التليفونات في ايديهم وبيشوفوا كل حاجة. دي النقطة الأولى اللي هي غرس الوعي في عقول وفي نفوس أولادنا، وإن احنا نعرفهم يعني إيه الأقصى عقيدة. المسجد الأقصى ده هي دي القضية الأم لكل المسلمين الأحرار اللي فعلا عارفين يعني إيه أولى القبلتين وسائر الحرمين. طيب دي النقطة الأولى اللي هنشتغل عليها كأمهات، وما تقوليليش أنا كأم يعني أنا هعمل إيه، أصلا أنا ما فيش في إيدي حاجة أعملها، أنا باخد بالي منهم ومن دروسهم ومش عارفة إيه. لأ، شوفي أم السلطان محمد الفاتح وأم الإمام الشافعي، الأمهات دول بيكونوا أمهات الأبطال، ده انتي دورك كبير جدا جدا وعظيم. النقطة التانية بعد الوعي، وبعد ان احنا نحدد وقت في البيت يوميا نقعد ونتكلم معاهم، مش كل مرة نقول لهم شوفوا مين مات، مين اتقتل، مين حصل له، لا احنا بنتكلم كل مرة بنحكي قصة، بنقول التاريخ من بدايته اللي هم بيحاولوا يشوهوه، احنا هنظهره لأولادنا وهنعرفه لأولادنا بشكل صحيح. النقطة التانية، لو انتم متعودين كل ويك اند مثلا او كل مدة معينة بتروحوا مطعم معين من المطاعم اللي اتعرفت دلوقتي انها بتدعم الظالمين، بتدعمهم، نجيب القايمة دي لأولادنا ونعرفهم بصوا حبايبي المطاعم دي اللي انتوا كنتوا بتروحوها 1 2 3 دي بتدفع للي بيخلوا أولادنا ونسائنا وبناتنا يموتوا ويتعرضوا للخطر، فبالتالي احنا هنعمل مقاطعة تامة للأماكن دي وللمنتجات دي، والمقاطعة أعتقد حضراتكم شفتوا وتابعتوا بتجيب مردود كبير جدا وواسع جدا. طيب دي النقطة التانية. النقطة التالتة، لازم نعمل حاجة زي كده في بيتنا. حصالة العزة عليها سورة المسجد الأقصى. الحصالة دي كل واحد على قد ما يقدر، كلها فضة اهي، على قد ما يقدر يحط جنيه فضة، 2 جنيه، حط 5، حط 10، حط زي ما يحط، ولكن لازم يبقى أولادنا عارفين ان احنا بنطلع من مصروفنا علشان اخواتنا وحبايبنا في فلسطين. لازم نتبرع، وده مش معناه ان احنا يعني بنعمل حاجة بنتفضل بيها عليهم ويعني احنا كده عملنا لا بالعكس. لازم نفهمهم ان ده واجب عليكم، انتوا مش بتتفضلوا عليهم ولا بتدوهم المتبقي معاكم ولا فتاتكم، لا ده واجب عليك ان انت تعمل كده، ان انت تقف جنب اخوك المسلم.
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فلازم نربي ولادنا على من صغرهم إن هم يشيلوا هم إخواتهم في أي مكان، في أي بقعة من بقاع الأرض اللي بيتظلم فيها المسلمين. ودي نقطة مهمة جدا. طيب النقطة اللي بعد كده، لو هو كبير في الإعدادي أو في الثانوي واتفتح الموضوع ده مثلا ما بين الطلاب أو ما بين المدرسين في المدرسة، يتكلم ويقول إن اللي بيحصل ده ظلم. وأعتقد إن مفيش حد دلوقتي مش شايف إن ده ظلم. يبدأ يوعي أصحابه، يبدأ ينشر القضية هو بشكل يعني واضح، ويكون هو على قدر من الفهم والوعي، ما يكونش بيتكلم كده بس من باب العاطفة. طبعا أكيد العاطفة بيكون ليها دور، ولكن يبقى فاهم وواعي هو بيقول ايه. لو انت فعلا مركزة معاه ومفهماه التاريخ الأساسي ايه اللي كان بيحصل وتدرج إلى لحد ما وصلنا دلوقتي، احنا لازم ولادنا يبقوا فاهمين كل ده، وبالتالي ينقلوا الفهم والوعي ده لأصدقائهم وأصحابهم في المدرسة، في الجامعة، في المكان اللي هم بيشتغلوا فيه. فدي نقطة مهمة جدا جدا. اللي شايف ان احنا كأمهات لينا ادوار اخرى انا ما ذكرتهاش، او ما سقطت مني في الفيديو ما ذكرتهاش، ممكن يحطها لنا في التعليقات. اولادنا دول امانة هنحاسب عليهم امام الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن الحاجات اللي احنا هنتحاسب عليها ان احنا مش واعينا اولادنا بقضية مهمة جدا 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 زي المسجد الاقصى. فاحنا لازم نقعد مع بعض مع اولادنا، وكل حدث جديد يحصل شايفين يا اولاد حصل ايه، شايفين نعمل ايه، نعلمهم كمان الدعاء. ادعوا لاخواتكم، ادعوا لاهالينا كلهم في فلسطين، ادعوا ان ربنا ينجيهم ويحفظهم ويسترهم ويبعد عنهم شر كل ذي شر، ويجعل مكر الماكرين ويجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. يقف وهو بيصلي يبقى عارف ان انا في دعوة ثابتة في سجودي لاهالينا في فلسطين مهما كان عمره، يا دوب لسه بادئ يتعلم الصلاة، دعيتي حبيبي لاخواتك في فلسطين، دعيتي حبيبتي، ها حطيتي ايه النهارده، حطيتي حاجة النهارده، طب ما حطيتيش، طب بكره نعوض. فلازم يتاخد الموضوع معاهم بشكل تدريجي وبشكل جاد، ما هياش حاجة علشان الحدث ده بس حصل فاحنا بنعمل كده. لا، احنا عايزين نخلي فعلا ان الامر ده في حياتنا على طول، وان احنا قد ايه كمسلمين بندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار ان ربنا يحرر المسجد الاقصى ونروح نصلي فيه. ويا حبذا بقى لو كل يوم يبقى فيه بالليل كده قصة، بداية من الإسراء والمعراج والقصص الجميلة اللي ليها علاقة بالمسجد الأقصى. والحقيقة أنا عايزة أحط لينكات كتير، ولكن أنتوا عارفين للأسف بيعملوا إيه في الصفحات وبتقف تماما، فممكن أبقى أرسلها لأي حد محتاجها على الخاص، أرسل له مجموعة من اللينكات الجميلة جدا جدا اللي فيها قصص حلوة جدا لأولادنا عن المسجد الأقصى. اللهم حرره يا رب العالمين، ويعيننا على تربية أولادنا على الوجه الذي يرضيه عنا يا رب العالمين. سلام عليكم.